خلال رحلتي بالفن، الخيانة والغدر. من الأفعى التي قصدها الشامي في أغنية بتهون؟ وعبرت عنه بأنه على الدم سوا. يودني بالنجاح قبل أن يعانقني المصير. كل الحياة اللي بتجرب تلعب مربيهم أنا. واضح جدا انه الافعى رفيقة الشامي، وهالشيء اللي شفناه خلال كواليس تصوير فيديو كليب اغنيته الجديدة بتهون. ليك الحية لها اسم؟ الحقيقة لا والله لسه ما سميناها. هي كانت الفكرة منها، بالعكس أنا حامل الحية وعم داعبها وعم عاملها بلطف. خايف منها أبدا، مع انه الحية دايما بس يشوفوا حية يعني هي خبيثة، بيقولوا أبداً. حية تحت إذا التبن. انتبهتي بالتصوير كنت عم بوسها وأعطيها حنية. أنا بعطف وبحتوي الحياة كلياتهم والناس اللي بتغدر وأي نوع من أنواع الخبث والمكر أنا بحتويه، وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح. فالشامي كتب اغنية بتحكي عن الغدر والخيانة. أنا عم بحكي عن بعض التجارب اللي مريت فيها خلال رحلتي بالفن، اللي هو الخيانة والغدر، والتراكمات هي أدت إلى نتيجة اللي هي بتهون. عم توجهها لجمهورك لانه ترجمت الجمهور بالكاست اللي كان موجود بالميوزك فيديو. صح، إذا بدك الغنية بتحكي عن كتير إشياء مثل نوع موسيقتي المعتاد أساساً. أول جانب هي بتحكي عنه موسيقتي يلي هو شكر وامتنان للجمهور، وعبرت عنه بأنه على الدم سوا، لأنه الفانز تبعي كانوا دائما يكتبوا لي على الدم أو للموت الشامي. فهذا الشيء كان كتير بيعني لي، وحبيت إني أحكي عن هذا السايد من الفانز اللي عندي. شاهدوا التقرير كاملا على etblarabi.com.